السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في فيديو جديد من مطبخ سام صبحي. يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل مع بعض المربى بطريقة حلوة جدا وطريقة بسيطة وبقوام مظبوط جدا جدا. يلا بينا نشوف الطريقة على طول. هنسمي الله. وأول حاجة معايا 2 كيلو من التين البرشومي. بصوا يا جماعة التين حلو جدا، هنغسله كويس جدا وهبتدي بقى أقشر التين. هقشر التين كده بالطريقة دي، سهلة جدا مفيهوش أي حاجة عشان ناكل التين، عشان في ناس ما بتحبش تاكل التين قطع. بالطريقه دي التين هيبقى مستوي جدا ومهروس كويس جدا معانا. وده شكل التين بعد ما خلصت تقشيره كله، الكميه كلها بالشكل دوت. دلوقتي هنبتدي نشتغل فيها بقى. هبتدي بقى اجيب التين كده وهفضل هقطعه بالسكينه او بالمقص كده بالطريقه دي بالشكل ده، يعني مش صغير قوي، لان طبعا زي ما قلت لكم القشره اللي احنا شلناها هتساعد ان هو يستوي بسرعه جدا. هضيف لكل كيلو من التين او اي فاكهه 400 جرام من السكر. انا مقليه نسبه السكر جدا. ودلوقتي هقلبه وهسيبه في التلاجة ليله كامله، وان شاء الله تاني يوم هنطلعه ونشوف شكله هيبقى عامل ازاي. ده شكل التين بعد ما طلع من التلاجة، ده بات ليله كامله في التلاجة. السكر كده داب مع التين وطلع العصاره بتاعت التين الميه. دلوقتي هرفع التين على النار، على نار هاديه. واي ريم هيظهر معايا يا جماعه لازم نشيله بالمعلقه، لان الريم ده هو اللي هيفسد المربى بتاعتك. بالشكل ده بصوا الريم اللي طلع، كل الريم ده بقى انا هبتدي اشيله بالمعلقه، وكل ما يظهر ريم هنبتدي نشيله برضو كده. المربى يا جماعه بصوا ابتدت مفيش ولا نقطه ريم، مفيش اي حاجه ظهرت تاني. بصوا ابتدت تبقلل كده. هبتدي بقى هنزل برشه من ملح الليمون، رشه بسيطه جدا على حرف المعلقه، يا دوب تقلبتين وهنطفي المربى. وكده المربى بتاعتنا استوت وبقت حلوه جدا. دي المربى حبايبي بعد ما بردت، حبيتها في علب من البلاستيك وبرطمانات. يا رب اكون افدتكم، يكون الفيديو عجبكم.